السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، أنا عبد الرحمن ودي قناة مهتمة بالبرمجة. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعرف على الباك إند وفريم ورك جانجو. قبل أي حاجة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل وأضل أو أذل أو أذل، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. بسم الله. النهاردة رسميا احنا بنبدأ المستوى صفر، المستوى اللي بنعمل فيه تأسيس قبل ما نخش في فريم ورك جانجو. وخليني اقول لك بصراحة، لو انت فاكر ان جانجو هو عبارة عن كام سطر كود وشوية لوجيك، لا، الموضوع اعمق من كده بكتير. ده هيتبين معانا في الفلو اللي احنا هنشرح فيه الفيديو ده ان شاء الله. خليك فاهم دايما ان الباك اند ديفلوبر مش شرط يكون حد بيخلص تاسكات، يعني مش مجرد واحد بيخلص تاسك معينة مطلوبة منه بلوجيك معين او بيحل ايشو معينة او كده. لا 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 خالص. الباك اند هي عقلية لازما تكون فاهمة البروجكت او الفلو بتاع البروجكت شغال ازاي كله. فموضوع انك تاخد الموضوع من البداية او من الصفر وتبدأ انك تشوف الفايلز دي موجودة فين والفايلز دي معناها ايه والحاجات دي معناها ايه، ده مهم جدا كباك اند ديفلوبر. بص يا معلم، خلينا الاول نعرف ايه هو الباك اند. تمام. اي ويب سايت اي ويب سايت هو عبارة عن جزئين مهمين جدا مشهورين، الفرونت اند والباك اند. طيب ايه الفرونت اند وايه الباك اند؟ الفرونت اند ده الجزء اللي عينيك بتشوفه، الوان، زراير، انيميشن، اي حاجه بتظهر قدامك هي دي الفرونت اند. زي مثلا الواجهه اللي قدامنا دلوقتي دي اللي احنا بنشرح عليها، دي عباره عن فرونت اند. يعني ده شكل عندي هنا مربع هو بيتحرك اول ما باجي عليه، ومربع تاني بيتحرك اول ما باجي عليه، وهكذا المربع اللي تحت. وعندي هنا كارد فيها اسمي بتتحرك بشكل مستمر، وعندي هنا الشكل ده. فكل ده فرونت اند. الالوان والتصميم والتفاعلات والحاجات دي كلها، الانيميشنز والحاجات دي كلها، ده فرونت اند. طب ايه هو الباك اند بقى؟ الباك اند ده عالم تاني خالص، ده الجزء اللي باختصار مستخبي في الكواليس، يعني behind the show. الداتابيز، اليوزرز، الاثنتيكيشن، اللوجيك، الاي بي ايز، السكيورتي، كل ده هو الباك اند. يعني ايه لو انت حد لسه ما تعرفش اي حاجه عن الحاجات دي؟ باختصار الباك اند هو اللي بيوظف كل حاجه اتعملت في الفرونت اند. فاحنا عملنا فورم في الفرونت اند بياخد مني شويه داتا، بياخد مني اسم وتاريخ ميلاد، وبياخد مني سن، وبياخد مني رقم البطاقه القوميه وبطاقه الاي دي بتاعتي، بياخد مني شويه داتا. ده فورم اهو. حلو. اللي بيحدد الفورم ده الكونتنت بتاعه هيروح بلاش وهيروح على الارض، ولا هيتخزن في مكان معين والناس تستفيد بيه او الشركه او صاحب الويب سايت يستفيد بيه، هو الباك اند. هو اللي بياخد الداتا طريق الفورم ده ويبدا يخزنها في مكان ما او ينفذ عليها لوجيك ما. فالباك اند باختصار هو عقل الموقع الحقيقي، بيقرر ويحلل ويتخذ القرارات من وراء الكواليس. كويس قوي وجميل جدا. تعال ناخد مثال عملي وتطبيق واضح جدا على الموضوع ده. تخيل معايا ان احنا عندنا مطعم. كويس قوي. المطعم ده عامل ويب سايت ده شكله حلو، وبتقدر من خلال الويب سايت ده انك تعمل اوردر او انك تعمل طلب من المطعم ده. كويس قوي. فعندنا ويب سايت زي ما قلنا مقسوم لفرونت اند وباك اند. الفرونت اند هيكون فيه ايه والباك اند هيكون فيه ايه؟ الفرونت اند هيكون فيه المنيو، الصور، الديزاين بتاع الويب سايت، زرار الطلب، الحاجات دي كلها بتبقى موجودة عندي في الفرونت اند. كويس كده. طيب الباك اند بيكون فيه ده اللي بيستقبل بقى الطلب، يعمل له معالجة ويبدأ يتواصل مع المطبخ عن طريق ماكينات معينة، او يبدأ يتواصل مع الكاشير عن طريق ماكينات معينة، ويطلع لي ريسبونس بتقول لي مثلا والله انت ككلاينت هتستنى عندنا حوالي نص ساعة على الاوردر بتاعك ما يجهز. هيبقى باختصار هي سايكل بتتم كالآتي: انا بعمل اوردر عن طريق بطن موجود على الويب سايت، اختار الايتم بتاعي، وليكن انا في ويب سايت بيبيع ساندويتش، فدخلت اخترت الساندوتش ابو 50 جنيه، وعملت اوردر يعني اطلب لي الساندوتش ده. فبعد ما عملت اوردر مثلا دخلني على قائمه دفع وبدات ادفع، او دفعت مانولي لو انا قدام الكاشير، ايا كان اللوجيك بيتنفذ ازاي، وعملت تاكيد للاوردر. فالاوردر بيدخل يتعمل له معالجه في الباك اند
سواء كان بيروح للكاشير او بيروح للمطبخ، وبيبدا يرجع لي بريسبونس ان الاوردر اكسبتد، وانت هتستلمه في خلال وقت معين من الزمن بيكون متحدد في الباك اند او في اللوجيك بتاعي. ايه هو جانجو؟ قبل ما اقول لك جانجو لازم تعرف ان في لغات كتيره جدا بتستخدم للباك اند، زي ايه؟ زي بي اتش بي ونوت جي اس ورابي واخرهم بايثون، ودي اللي مبنيه عليها جانجو بالكامل از فريم ورك. طيب يعني ايه فريم ورك؟ طيب الفريم ورك لو احنا اخدناها ككلمه عربي وانجلش فاحنا هنقسمها لجزئين. كلمه فريم ودي معناها اطار، كويس قوي، وكلمه ورك ودي معناها عمل. فاطار العمل يعني الليمت، يعني الحدود، يعني المكان اللي انا ما ينفعش اطلع براه عشان انفذ الحاجه اللي انا عايز اعملها، او عشان اضيف الفيوتشر اللي انا عايزها بكرايتيريا معينه او بمقاييس معينه. الفريم ورك هي عباره باختصار شديد جدا، هي عباره عن ادوات جاهزه ونظام واضح، قواعد ثابته بتخليك تبني الموقع بنفسك من غير ما تبدا من الصفر. مش مضطرين ان احنا نعيد اختراع العجله من تاني. الناس عملت functions، عملت classes، عملت لنا شويه ادوات، جهزت لنا نظام واضح، حطت لنا شويه قواعد، قالت يا جماعه امشوا على القواعد دي واستخدموا النظام ده، بالادوات دي هتقدروا تعملوا ويب سايت من غير ما تبنوا الحاجات دي من جديد. فبالتالي الراجل ده بيسهل عليك. يبقى الفريم ورك هي عباره عن شويه ادوات جاهزه انا بقدر استخدمها عشان اعمل الويب سايت بتاعي من غير ما ابدا انشئ الحاجات دي من الصفر من تاني. في كتاب اسمه جانجو فور بيجنرز، لو الناس ما تعرفوش، ده اللي كاتب اسمه ويليام فينسنت. الراجل بيقول ان الفريم ورك دي، هو بيتكلم بقى بشكل خاص عن جانجو، بيقول ان الفريم ورك دي مصممه للمثاليين اللي عندهم مواعيد. طيب ازاي؟ يعني هو بيقول فيما معناه ده بالعربي طبعا، انجلش بيقول perfectionists with deadline. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس اللي بتحب الشغل المظبوط بس برضه مستعجله ووقتها مهم. فانت مش مضطر انك تعيد اختراع كل حاجه من الاول، لا انت بتستخدم حاجات جاهزه. كويس جدا. زي ايه مثلا الحاجات اللي بيجهزها؟ زي عندك اليوزر سيستم. اليوزر سيستم كامل موجود في جانجو، زي عمليه اللوج ان، اللوج اوت، الباسورد ريسيت، السيت باسورد، كل الحاجات دي موجوده. اليوزر اثنتيكيشن كلها موجوده في جانجو، مش محتاج انك تبنيها من جديد، عباره عن كلاسز تقدر تستخدمها في اي وقت وتعمل لها استدعاء اثناء ما انت شغال في الفيوز بتاعتك او وانت بتعمل اللوجيك او المنطق بتاعك. كمان عندها داتابيز او ار ام، ودي قويه جدا، دي قويه جدا جدا، ان انت بتعرف تتعامل مع الداتابيز والاس كيو ال من غير ما تكتب كود واحد اس كيو ال. طيب الناس اللي ما تعرفش، الاس كيو ال هي عباره عن لانجوج او لغه بنكتب بيها داتابيز، يعني بنعرف نتعامل مع الداتابيز من خلالها. طب انا ما بعرفش اكتب اس كيو ال، او انا مش مطالب ان انا اكتب اس كيو ال. هنا في جانجو يا باشا الدنيا سهله جدا، انت عندك حاجه اسمها الاو ار ام، الاوبجكت ريليشنال مابر، بتقدر تتعامل عن طريق الاوبجكت ريليشنال مابر دي مع الداتابيز كانها بالظبط زي ما قلنا الفيديو فات ترانسليتور، يعني مترجم ما بينك وما بين الداتابيز. بتاخد الكوماند بتاعك وتنفذه على الداتابيز من غير ما تكتب كود واحد اس كيو ال. كمان حاجه تانية بتقدمها جانجو هي الادمن بانل. الادمن بانل بتاعت جانجو مميزه جدا ومعروفه ان هي مختلفه عن كل الفريم وركس. ليه؟ لان هي بتضيف لك فيتشرز قويه جدا، في الاصل هي كانت معموله للنيوز بيبر اصلا. فالادمن بانل بتاعت جانجو معروفه بقوتها ومعروفه بالمميزات القويه اللي فيها. كمان عندها سكيورتي عاليه جدا، بتعرف ازاي تتعامل مع الاس سي اس ار اف توكن، وبتعرف ازاي تتعامل مع الاكس اس اس، وبتعرف ازاي تتعامل مع الامان بتاعت الويب سايت. كمان التمبلت سيستم والاستراكشر اللي بتكون منظمه وقويه جدا في جانجو. طيب خلينا نشوف الصفحه الثانيه. ليه جانجو مميز؟ طيب حلو قوي. لا جانجو هو بصراحه مش مميز بس، هو مميز جدا، وانا هقول لك ليه. في البيج دي عندنا حاجه اسمها الباتريز انكلودد، دي ادوات جاهزه بالكامل بتقدر تستفيد بيها من غير ما تحتاج لاي بوابات خارجيه ومن غير ما تحتاج لاي اضافات خارجيه. الحاجات دي كلها ان شاء الله هنتعمق فيها، ولكن انا بقول لك شويه مميزات تبقى انت فاهم انت ليه بتتعلم الحاجه دي، وتبقى فاهم هي مميزه في ايه. ممكن تروح تبحث عن الكونسبتس دي عشان احنا ما نطولش في وقت الفيديو وشرحه. ممكن تاخد الباتريز انكلودد دي وتروح تبحث عنها وتشوف هي عباره عن ايه، وايه الحاجات اللي بتوفرها جانجو في الحاجه دي او في الكونسبت ده. كمان عندك امان عالي جدا، امان عالي جدا، ودي مهمه جدا لان اي موقع
العامل اللي بيميزه عن اي موقع تاني او اي ويب سايت، العامل اللي بيميزه عن اي ويب سايت تاني هو مدى الامان اللي فيه، خصوصا لو انا عندي يوزرز وعندي داتا او عندي بيانات بتاعت يوزرز ومستخدمين محتاج ان انا احميها، ومحتاج ان محدش يعرف يوصل لها ويعرف يتحكم فيها. فبيعرف يتعامل تلقائيا مع مشاكل السي اس ار اف توكن، دي مهمه جدا جدا جدا، ودي هنعرفها بعدين وهنعرف ازاي نتعامل معاها ان شاء الله. كمان بيعرف يتعامل مع الاكس اس اس، وبيعرف يتعامل مع الاس كيو ال انجكشن. باختصار شديد جدا دي وسائل امان بنقدر نستخدمها عشان نصعب على اي حد عايز يخترق الويب سايت او اي حد عايز يستغل الداتا بتاعت اليوزرز اللي عندي. فالاس كيو ال انجكشن دي حاجه لها علاقه بالداتابيس، والسي اس ار اف توكنز دي ليها حاجه علاقه بالفورمز اللي انا باخدها والداتا اللي رايحه واللي جايه ما بين الباك اند والفرونت اند وهكذا. كمان بيكون مناسب جدا للمبتدئين والمحترفين. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. في استراكشر واضحه جدا، ومع الوقت بتقدر تطور الحاجات اللي انت عملتها وتعمل مشاريع ضخمه من خلاله، وبالتالي فهو عنده استراكشر واضحه، يعني مناسب للمبتدئين ان هم يبداوا بيه فيقدروا يتعلموه بسهوله، ومناسب للمتقدمين الناس اللي هي مستواها محترف عشان يقدر يكبر المشروع بتاعه او يبني مشروع ضخم. كمان بيستخدم في شركات كبيره، وعنده مجتمع قوي وعنده دعم وتوثيق قوي جدا، سواء من الدوكيومنتيشن اللي معمول من خلال فريق عمل جانجو او من الكوميونتي اللي موجود عندك على الانترنت. كويس كده؟ كويس. عندك شركات زي ايه بتستخدمه؟ مثلا يوتيوب فعلا مبني بجانجو، انستجرام مبني بجانجو، سبوتيفاي مبني بجانجو، دروب بوكس مبني بجانجو، بنترست مبني بجانجو، وهكذا. كل الابلكيشنز دي وكل المنصات دي والبلاتفورمز دي مبنيه بجانجو، ودي حاجه تحدد لك فعلا وتقول لك قد ايه الفريم ورك ده قوي ولا يستهان به. تمام كده؟ واحد يجي يقول لي طب ليه الشركات دي ما اشتغلتش بفريم وركس ثانيه واشتغلت بجانجو بس؟ هقول لك نفس المميزات اللي احنا قلناها في جانجو قبل كده، اللي هي سكيلابيلتي، القابليه في التوسع. يعني ان انا لو ابني ميزه دلوقتي صغيره، ببني فيتشر صغيره دلوقتي اقدر اكبرها واعمل لها توسع بعدين. الامان المضمون، سرعه التطوير، هيكل منظم للمشاريع الكبيره تقدر تكبرها وقت ما تحتاج. خلاصه الكلام النهارده، احنا عرفنا يعني ايه باك اند، عرفنا يعني ايه جانجو وبتشتغل ازاي، وفرقنا بين الباك اند والفرونت اند، عرفنا ليه جانجو فعلا مختلف عن باقي الفريم وركس. ان شاء الله في المحاضرة الجاية هناخد ال MVT وال MVC وهنعرف ايه هم بالظبط وايه الفرق بينهم اصلا. كمان هنعرف الجانجو اركتكشر وازاي فعلا جانجو بتشتغل قبل ما تكتب اي كود. لو وصلت لحد هنا فمبروك، انت اوفيشلي فهمت الفرق بين الشيف اللي بيطبخ والويتر اللي بيبتسم للزبون. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.